أصعب حاجة ممكن تلاقيها هو مرطب حلو للبشرة الحساسة، وكمان البشرة اللي حصل لها التهاب بعد شمس الصيف أو بعد جلسات الليزر، لأن البشرة بتبقى حساسة جدا وممكن كمان بتبقى جافة. والمرطبات العادية مش هتحل المشكلة، بالعكس دي ممكن تزودها كمان. فلازم تستخدمي كريم يرطب البشرة ويصلحها في نفس الوقت، زي كريم الألت سيكا الجيل كريم. بس يعني ايه أصلا سيكا دي اللي أكيد سمعتي عنها كتير؟ السيكا دي أصلا اختصار كده بسيط لمادة بتطلع من نبات اسمه سنتيلا أسياتيكا، ودي بجد زي ما تكون كده بتطبطب على بشرتك، بتهدي البشرة وبتقوي حاجز البشرة الطبيعي. الكريم مش بس فيه السيكا دي، لأ، ده كمان فيه الهالونيك أسيد وفيتامين بي 5 اللي هو البنتينول، فبيدوا للبشرة ترطيب قوي جدا، وده اللي بيرجع لها تاني النضارة. الحلو بقى انه بالرغم من كل المكونات التقيلة دي، فالكريم نفسه جل كريم، وده بيخليه خفيف قوي على البشرة وبتمتصه بسرعة جدا. بس برضه بصراحة أنا محبيتوش على البشرة الدهنية، مع إنه مكتوب عليه إن لكل أنواع البشرة، بس أنا حسيته إنه هيبقى أحسن للبشرة الجافة أو المختلط المايلة للجفاف. أو لو بشرتك دهنية يبقى ممكن تستخدميه لو بشرتك ملتهبة بعد جلسة الليزر، أو لو حصلك التهاب أو حرق من شمس الصيف. إنما كمرطب عادي كل يوم حسيته هيبقى تقيل شوية. الكريم حجمه 50 ملي، وهو كمان ما فيهوش أي ريحة خالص لأنه معمول مخصوص للبشرة الحساسة، فهيكون حلو جدا في الصيف كأفتر سان علشان تحمي بشرتك من أي حرق أو اسمرار زيادة. ولو صعب عليكي إنك تلاقيه أو عايزاه بعرض، فهو موجود أونلاين على موقع الشركة، اللي بصراحة طلبت منهم برومو كود يدي خصم حصري، وهم بصراحة متأخروش، وهتلاقي اللينك وكود في الديسكريبشن. بس لو عايزة سيرم يعالج بهتان البشرة ويرجعها منورة، يبقى شوفي الفيديو ده عن بايوليك ريفيتالايزنج سيرم. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.